مرتضى منصور وابنائه ومطبلاتيه مرتضى منصور اشد خطر على نادي الزمالك من اي حد تاني. وانا مش اسف على كلمه مطبلاتيه، لان بصراحه ملكوش اي وصف تاني عندي، مفيش وصف فعلا ينفع اقوله غير كده، لان الراجل ده ما عملش اي حاجه صح ممكن ان انت تأيده عليها فاقول عليك مؤيد لمرتضى منصور. الراجل ده كل حاجه عملها في اخر سنتين في حق نادي الزمالك كلها غلط في غلط، وهنذكرها في الفيديو ده بالتفصيل. ففكره ان انا اقول عليكم مطبلاتيه، انا ما احبش اقول اللفظ ده، بس والله انا مش ليكوا اي وصف تاني. وخلونا ندخل كده في كلامنا على طول ونصلي الاول على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. اهلا وسهلا بكم وصفحكم كوره مشكل على اليوتيوب. نادي الزمالك في الفتره الاخيره لو جيت بصيت لكل مشاكله، مش هنجيب بقى من بعيد عشان ما نطولش على الناس، لو جيت بصيت في الفتره الاخيره نادي الزمالك بيدخل فكره وقف القيد من الفيفا بعد ما اللاعب حسام مضى لفريقين وكان الفريق الثاني هو نادي الزمالك. ببساطه والمطبلاتيه مرتضى منصور، اللاعب مش من حقه يمضي لاي نادي تاني طول ما هو الماضي النادي، والنادي مش من حقه يفوت اي لاعب او يمضيه حتى لو على عقود ابتدائيه الا لما يكون فاضل في عقده اقل من 6 شهور. دي الحاله الوحيده اللي بيسمح لك فيها الفيفا ان انت تمضي اللاعب او ان انت تتفاوض مع لاعب بشكل شخصي، مش تتفاوض مع النادي. هل نادي الزمالك عمل ده؟ لا، نادي الزمالك كان اللاعب موقع لنادي في الكاميرون او الاكاديميه في الكاميرون، ونادي الزمالك خلى اللاعب يوقع، وساعتها الزمالك وقف او لبس في وقف القيد. مطبلاتيه مرتضى منصور بقى يقول لك ايه؟ يقول لك هو هيعمل كل حاجه لوحده. والله حضرتك لو كان ساب البرامج بتاعته وهو كل شويه بيتنطط على التلفزيون نص ساعه وركز في عقد اللاعب ده، كان عرف. انا كشخص عادي اهو، اغلب الناس العاديه اللي بتشجع كره القدم عارفه الموضوع ده. كون ان هو بقى ما يعرفوش وهو رئيس نادي فدي كارثه. فعشان لما نقول بقى ساعتها ان هو ما يصلحش يبقى رئيس نادي، ما تقوحوش معانا، ما تقوحوش في الكلام اللي احنا بنقوله لكم. الراجل كان سبب وقف القيد هو مرتضى منصور. ما حدش بقى يقول لي اصل هاني زاده ومش هاني زاده والكلام السخيف اللي ملوش معنى اللي بنسمعه، ويقول لك اصل مرتضى منصور هيعمل كل حاجه لوحده. والله زي ما بقول يا حبيبي، مكالمه واحده من اللي بيطلع يقعد يرغي بالساعات على التلفزيون لو كان فضى نفسه شويه للنادي كان عمل. اللعيبه اللي كان كل شويه لاعب يجيبه ويجي يوقفه جنبه ويقعد يحكي 3 سنين هو ازاي راح ادغال افريقيا جاب اللاعب ده، لو كان فكه من شغل البروباجندا ده وركز في مصلحه نادي الزمالك والله كان عمل وكان فاق وما كانش وقف القيد. الحاجه الثانيه بقى، تعال بص لتكمله مشاكل نادي الزمالك، الصفقات الفاشله اللي عملها مرتضى منصور او عملها امير مرتضى منصور ابنه. امير مرتضى منصور كل الصفقات اللي جابها لنادي الزمالك فاشله، ففضلت سلسله الفشل ونادي الزمالك وقع، لان اللعيبه حتى القدامى فنيا ما بقتش قادره. مين السبب بقى في الصفقات الفاشله دي؟ هل اتحاد الكوره ولا وزير ولا لعيبه ولا قدماء بقى او اساطير نادي الزمالك اللي هو دايما بيعتدي عليهم بالسب وغيره وغيره؟ لا، انت وابنك، مفيش حد تاني. هل في حد تاني اتدخل في الصفقات؟ مفيش حد تاني اتدخل في الصفقات. فانت كجمهور بتلوم مين؟ انت اللي مؤيدين مرتضى منصور انت بتلوم مين وعايز تلوم مين؟ انا مش فاهم ومش فاهم ايه وجهه نظر. ما هو يا حبيبي اللي جاب الصفقات الفاشله دي مرتضى منصور. انت ما عندكش مصالحه مع نفسك، انت بني ادم من الاخر مش عايز تشغل مخك، انت حر. انت يا اخي عايز تعيش طول الله ببرسيمه، انت حر، دي حاجه ترجع لك انت، محدش تاني ليه دعوه بيها. انا راجل كلنا شايفين عيانا بيانا ان السبب امير مرتضى منصور وان هو اللي جاب الصفقات الفاشله دي لكل نادي الزمالك. انت بقى عايز تشوف حاجه تانيه وتبرر بكلام تاني، والله انت حر مع نفسك، ده شيء ما يخصناش. ان انا راجل بشغل عقلي، عدم معرفتك وجهلك دي حاجه تخصك انت ما تخصنيش انا. ما هي اخر سنتين في نادي الزمالك سبب المشاكل كلها من وقف القيد وبعد كده صفقات فاشله هو مرتضى منصور. تعال بص بقى للغرامات اللي لبسها نادي الزمالك، منها مثلا هنذكر واحده زي ازمه مارتيمو البرتغالي او نادي مارتيمو البرتغالي وقضيه محمد ابراهيم. مرتضى منصور الجهبذ راح اشترى محمد ابراهيم او راح اخذ محمد ابراهيم من النادي البرتغالي وكتب لهم مش نسبه في اعاده البيع، $1 مليون في اعاده البيع. يعني محمد ابراهيم لو اتباع باي ثمن او حتى اتساب ببلاش، نادي الزمالك عليه ان هو يدفع $1 مليون. كل الناس بتحط نسبه، ليه انت حاطط مبلغ؟ يعني عمرنا ما شفناها وعمرنا ما سمعنا عنها. المصيبه بقى انه بالفعل محمد ابراهيم بيمشي بشكل فري او بيمشي فري ونادي الزمالك بيتغرم $1 مليون. ليه؟ عشان الذكي او العبقري مرتضى منصور، يعني عبقري القانون الجهبذ اللي ما جاش في 2 في القانون زيه. تعال بقى شوف لاعب زي امام عاشور انت بعته لنادي، يعني نادي ميتلاند الدنماركي ومفيش نسبه اصلا في اعاده البيع، وبعته بكام بقى؟ بحوالي $2.5 3 مليون.
نفس مرتضى منصور ده بقى اللي بيعترض على حسين لبيب، بيقول لك ده انا كنت هبيع مصطفى محمد بخمسة 6 10 مليون. طب ما بعتش ليه امام عاشور بالخمسة 10 20 مليون اللي انت بتقول عليه؟ ما عملتش ده ليه يا عم الحاج؟ وبرضه مطبلاتيه بتوع يوجدوا لك مبررات غريبه، اصل اللاعب هو اللي كان عايز يمشي. يا سلام، طب ما هو مصطفى محمد هو برضه اللي كان عايز يمشي. طب انت بتلوم ليه اسمه ايه ده؟ بيوجدوا مبررات عجيب. اغلب نجوم الفريق رحلوا في وجود مرتضى منصور. وتعالى احسب لك حسبه بسيطه كده، لو انت يعني فكره بقى ان انت بتأيد، وعشان اقول لك بس ان انت لاغي مخك، واغلب مؤيدين مرتضى منصور ناس لاغيه فعلا مخها. يا اخي والله العظيم مخك ده لو شغلته والله هيشتغل ببلاش، ما هتدفع فيه نكله. ما انا مش عارف ايه ده. تعالى بقى اوريك انا حاجه واحسب لك حاجه صغيره. نادي الزمالك لو كان دفع للعيبه اللي كانت موجوده الفلوس اللي هم عايزينها، كان هيبقى افضل له بكتير جدا من الصفقات كلها اللي جابها. لان بص للعقود اتسربت، عقد زي عمر جابر، وعقد زي دونجا، وعقد زي سامسون، والعقود دي كلها جمع كده الفلوس دي كلها، هتلاقي اصلا اللعيبه اللي زي طارق حامد وزي مثلا اشرف بن شرقي واغلب اللعيبه اللي راحت على نادي الزمالك ما كانتش طالبه حتى نص الفلوس دي. فكنت اولى بيك كنت حافظ على قوام الفريق على الاقل. يا عم ما تعملش صفقات جديده، كنت حافظ حتى على قوام الفريق. ده ما قدرش اصلا يحافظ على قوام الفريق الاساسي. يعني لا عرف يعمل صفقات، ولا عرف يحافظ على قوام الفريق، ولا عرف يعمل اي حاجه. ومصدر نادي الزمالك في كم مشاكل كبير جدا نادي الزمالك ملوش اي علاقه بيها. فايه انتوا يعني بتأيدوه على ايه؟ يعني حاطين بدل مخكوا ده ايه يا جدعان بجد والله؟ ايه اللي انت شايف مرتضى منصور عمله صح عشان تأيده عليه في اخر سنتين بس؟ ده مفيش حاجه زي ما ذكرته لك اهو، مفيش حاجه واحده الراجل ده عملها صح او في مصلحه نادي الزمالك. والحاجه الاخيره اللي انا حابب اتكلم عنها، الصالات ابنه الباشا الثاني يا احمد ده ولا ما اعرفش اسمه ايه، خرب الصالات كلها. انا واحد مش من متابعين الصالات عشان ما افتيش وما حبيتش اتكلم في الامر كتير، لان انا مش من المتابعين الجيدين للصالات. انا بحب كره اليد وبس. الصالات كلها فشلت، كلها فشلت تحت ايد الباشا. واحد خرب الكوره والتاني خرب الصالات، والباشا مصدر نادي الزمالك في كم مشاكل هو ملوش علاقه بيها. فبتأيدوهم على ايه؟ وازاي هقول عليك مؤيد اصلا؟ انا ما ينفعش، دي كلمه مطبلاتي والله انا كرمك لما بقولها لك يا اخي.